وروحوا معايا تشوفوا كيفاش خدمت هاد لا طارت فريز ونمد لكم الوصفه اللي ما نستغناش عليها. تبعوا معايا وكل المقادير تلقاوهم مكتوبين بالتفصيل اسفل بالعجينه. ونخلط الزبده مع قرصان ملح حبه بيض والسكر الناعم اللي يلزم نغربلو، وبلا ما ننسى نغرفها لافاني. نخلطهم مليح مع بعضهم حتى يتجانسوا ونتحصل على قوام كريمي. ومنتوجات ماما ديما حاضرين في وصفاتنا، واليوم راح نستعمل معاكم فارينه ماما لاتي 45. نطم العجينه غير بصبحتيه، ردوا بالكم تعجنوها، خليها ترتاح على الاقل 10 دقائق وروح نفتحها على سمك متوسط. مباشره نطاليها في المول، نثقبها بالفرشيطه ونخليها على الاقل نص ساعه في الثلاجه ونطيبها على 160 درجه. ونروحوا نوجدوا الكريمه اللي توجد بالخف وبزاف بنينه. نحتاجوا نص لتر حليب لافاني، تقدروا تستعملوا لافاني بودر ونحطوا يسخن فوق النار. وفي بول واسع نخلط حبه بيض، 4 مغارف سكر، 4 مغارف مايزينا، ونتحصلوا على هذا القوام. من بعد نبدا نزيد لها الحليب غير بالعقل، ونعاود نحطوه فوق نار متوسطه ونبقى نخلط حتى تثقل لنا الكريمه. من بعد نفرغها في ريسيبيون، نغطيها اون كونتاكت ونخليها تبرد. ومن جهه نخلط كاس شونتيي مع كاس حليب بارد ونطلعها مليح بالباتر. ونعاود نولي الكريمه ديالي بعد ما بردت ونخلطها مليح بالباتر، ونزيد لها مغرفه معمره تاع كريم شونتيي ونخلطهم مليح مع بعضها. نعاودو نولوا لاباط ديالنا بعد ما طابت مليح وتحمرت. ولحقنا لاخر مرحله، نحط طبقه تاع معجون الفراوله، نزيد فوقو لا كريم اللي عمرتها في لابوش، نزيد لها طبقه ثانيه تاع المعجون. وهذه المرحله اختياريه، تقدروا ما ديروهاش. في الاخير نجيبوا لي فخاز ونروحوا نحطوهم الفوق. وطريقه التزيين ديما نقول لكم تبقى اختياريه، شبحوها كما حبيتوا. انا زينتها بهذه الطريقه، نص درت فيه لي فخاز ونص درت فيه لا كريم. وصدقوني بن على بنه، لازم عليكم تجربوها. شهيه طيبه وسلام عليكم.